كان في شخص زمان طول عمره بيجري علشان ينجح، علشان يوصل، علشان يبقى مبسوط. وكل ما يحقق حاجة كان بيفرح شوية، وبعدين يرجع يحس تاني بفراغ جواه، زي ما يكون كده كان في حاجة ناقصة. فقرر في يوم يسأل حكيم عجوز وقال له بقولك ايه، هي فين السعادة؟ انا تعبت من الجري وراها. بصله الحكيم كده وضحك واداله كده كوباية مليانة وقال له امشي بالكوباية دي وسط الناس، بس خلي بالك ما توقعش منها نقطة. أخد منه فعلا الكوباية وفضل ماشي مركز جدا مع الكوباية وخايف يوقع منها أي حاجة، وعمل اللي الراجل العجوز قاله عليه. ولما رجع قال للراجل العجوز الكوباية اهي، وعملت كل اللي انت قلتلي عليه. فالحكيم سأله كده سؤال وقال له انت شفت الورد اللي كان في الطريق؟ سمعت صوت العصافير؟ حسيت بالهوا؟ فبصله كده وسكت. قال له لأ، أنا كنت مركز بس إني أوصل. فقال له الحكيم وده اللي بيحصل مع ناس كتير، بيعيشوا طول عمرهم يجروا ورا السعادة فينسوا يعيشوها أو حتى يشوفوها. إحنا أوقات كتير بنفتكر إن السعادة هدف بعيد أو حياة كاملة أو حاجة ناقصانا، ولما حقق ده أنا كده وصلت للسعادة. فنفضل مستنيين لما يحصل كذا هبقى أنا كده سعيد. لكن الحقيقة السعادة مش دايما في الوصول، أوقات بتكون في الطريق نفسه. طب ليه بنجري ورا السعادة؟ علشان كل اللي حوالينا بيقول إن النجاح بيساوي سعادة، الفلوس بتساوي سعادة، العلاقات برضو بتساوي سعادة. فنربط سعادتنا بحاجات بره مننا، وبندي ودننا للناس ومستنيين حد يقول لنا مقياس كل حاجة بيبقى شكله عامل ازاي. طب السعادة الحقيقية دي ممكن يكون شكلها ايه؟ السعادة الحقيقية أهدى بكتير مما احنا متخيلين. ممكن تبقى راحة بال، قعدة دافية، شعور بالأمان، إنك تبقى مرتاح مع نفسك. طب ليه ساعات بنحس إن في حاجة ناقصة؟ لأننا ببساطة بنقارن، فنحس إن الكل أسعد مننا، مع إن إحنا بنبقى شايفين الجزء مش الكل. لأننا مش عايشين اللحظة، يا إما في الماضي متعلقين، يا إما خايفين من المستقبل، أو لأننا مستنيين الحياة المثالية. وبالمناسبة مفيش شكل للحياة المثالية، بس في حد راضي بحياته، وحد بيعد النعم اللي ربنا اداهاله وبيحاول يستغلها ويوظفها علشان يعيش حياة هادية جميلة بسيطة. السعادة هنا قرار. طب ازاي ممكن نقرب للسعادة؟ خفف الجري شوية، مش كل حاجة سباق، انت مش في سباق مع حد. لاحظ الحاجات الصغيرة، الراحة ساعات بتستخبى في التفاصيل. ابني سلام داخلي، مش كل السعادة بتيجي من بره. خليك قريب مع نفسك، كل ما فهمت نفسك ارتحت أكتر. السعادة مش إنك ما تزعلش، السعادة إنك تعرف تعيش حتى وفي أيام صعبة. يمكن السعادة عمرها ما كانت بعيدة، يمكن كانت طول الوقت حوالينا، بس إحنا كنا بنجري أسرع من إننا نحس بيها. خف شوية، اتنفس، بص للحظة اللي انت فيها دلوقتي. يمكن تلاقي إن في سلام صغير مستخبي جواها. وأوقات بيكون السلام ده هو شكل من أشكال السعادة الحقيقية. السعادة مش محطة نوصلها، السعادة طريقة بنعيش بيها. يمكن السعادة مش في الحياة المثالية، لكن في إنك تبقى مرتاح جواها، في إنك تصحى وقلبك أخف شوية، وفي ناس تطمنك، وفي نسخة منك أقرب لنفسها. مش لازم كل يوم يبقى جميل،
بس كل يوم ممكن يبقى فيه لحظة تستحق الامتنان والشكر. دور على السلام، يمكن تلاقي السعادة مستخبية جواه. طب السعادة الحقيقية دي بتتبنى ازاي؟ بتتبنى بعلاقتك بنفسك. كل ما كنت مرتاح مع نفسك السعادة بتبقى أقرب. الامتنان للحاجات الصغيرة، مش كل السعادة أحداث ضخمة. التوازن، مش طول الوقت شغل ولا طول الوقت هروب. وجود ناس شبهك، ناس تحس معاهم بالأمان والراحة. إنك تعيش اللحظة بدل ما طول الوقت خايف من بكرة أو متعلق في امبارح. احنا أوقات بنفتكر إن السعادة شكل واحد، ضحك، نجاح، حياة مثالية، لكن الحقيقة إن السعادة ليها أشكال كتير وكل شخص بيحسها بطريقة مختلفة. زي كده سعادة الراحة، لما تبقى مطمن مش خايف ومش مضغوط طول الوقت، دي من أهدى أنواع السعادة. سعادة القبول، إنك تبطل تحارم نفسك وتبدأ تتقبل إنك إنسان بيتعب ويغلط ويحاول. سعادة اللحظات الصغيرة، فنجان قهوة بهدوء، أغنية بتحبها، ضحكة طالعة من قلبك بجد. السعادة مش دايما أحداث كبيرة. سعادة النمو، لما تحس إنك بقيت أحسن شوية، أوعى، أهدى، أقرب لنفسك. سعادة العلاقات الآمنة، وجود ناس تطمنك، تسمعك وتخليك مرتاح وعلى طبيعتك. سعادة المعنى، لما تحس إن لحياتك معنى وإن لوجودك قيمة. سعادة السلام الداخلي، وده يمكن أعمق نوع، إنك تبقى هادي من جوه حتى لو الدنيا مش كاملة. يمكن المشكلة مش إن السعادة مش موجودة، يمكن إحنا بس بنتوقع شكل مختلف ليها. دور على السعادة اللي تشبهك، مش الشكل اللي الناس وهمتك بيه، لأن أهدى القلوب مش أكترها امتلاكا ولكن أكترها سلاما. يمكن السعادة ما كانتش في آخر الطريق ولا في حلم بعيد بنجري نوصله، يمكن كانت في قلب هدى شوية وفي روح بطلت تحارب نفسها، في لحظة طمأنينة وسط زحمة الأيام، في حضن دافي أو كلمة خفيفة عدلت يوم صعب. السعادة مش دايما فرحة كبيرة، أوقات بتكون سلام صغير بيقول لقلبك أنت بخير دلوقتي. فخف الجري شوية وبص حواليك، يمكن الحياة كانت بتحاول تسعدك طول الوقت بس أنت كنت مشغول بتدور بعيد. أشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش تسيبوا مساحة صغيرة للسلام اللي جواكم.